بتبدأ حكايتنا مع بطلنا نور واللي بيحاول يصنع أدوية لأمه المريضة، وبيقول لها إنه ناوي يجيب كام معزة عشان يراعيهم، بس أمه ما كانتش مقتنعة وبتطلب منه يركز في نفسه وفي حياته. وقتها نور حس إن مزاجها مش أحسن حاجة، فقرر بعدها إنه يعمل لها شاي، بس هي وقفته وقالت له إنها مش قادرة تساعده، وطلبت منه يعيش حياته بطريقته بس بأدب أهم حاجة. وفي نفس اليوم بالليل نور كان جعان جدا، بس كان حاسس إن نفسه مقفولة، فبيقرر يشوف أمه يمكن ياكلوا سوا. بس لما راح يشوفها لقاها للأسف ماتت. وقتها نور زعل جدا، لكن ما اداش وقت للزعل وقرر يكمل حياته ويحقق أحلامه، وبدأ يتعلم حاجات جديدة. وكان عايش لوحده دايما، وحياته كانت مليانة مسؤوليات وما كانش في حد بيساعده. وفي ليلة من الليالي نور لقى كتاب فيه أفكار عن أبوه، واللي كان بيحكي له قصص عن مغامراته لما كان بيقاتل التنانين. ونور وهو بيقفل الكتاب افتكر كلام أمه لما قالت له يعيش حياته زي ما هو عاوز. ساعتها هو قرر يبقى مغامر كبير، ونزل من القرية وراح المدينة لأول مرة في حياته عشان يروح نقابة المغامرين ويعرف الإجراءات اللازمة عشان يبقى مغامر. لكنه اتصدم لما الموظف قال له المكان ده مش للأطفال، لكن اللي عاوز حاجة بيشتغل عليها. ونور رفض يمشي وكان عاوز يعمل اللي في دماغه، والموظف قال له لازم ياخد دروس في مدارس التدريب الملكية، وده عشان يحسن مستواه. وقتها نور كان متحمس جدا وراح المدرسة عشان يتعلم السحر وفن السيف. وبعد شهور من التدريب للأسف ما قدرش يتعلم حاجة مفيدة، والمدرب قال له امشي بعيد، انت بتضيع وقتي ووقتك. لكن نور ما استسلمش وحاول يتدرب في مدارس تانية زي المحاربين والصيادين واللصوص، لكن برضه ما نجحش. وكل مرة كان بيحاول يعمل حاجة جديدة كان بيفشل برضه، لكنه برضه بيحاول وما بيستسلمش. وبعد 3 سنين من التدريب مهاراته بتكون ما اتطورتش خالص وما اتعلمش ولا مهارة جديدة، لكن مهاراته في التفادي اتحسنت. المهم نور قرر انه يتدرب اكتر واكتر ويدوس على نفسه اكتر، وبعد مرور 10 سنين بيكون قدر يتفادى 1000 ضربة بسيفه الخشبي، وده معناه انه قدر يتطور بشكل كبير. المهم بيرجع للنقابة، والموظف القديم عرف انه ممكن يبقى مغامر من الدرجة اف، يعني مش هيقدر يعمل مهام خطيرة. وقتها نور ما كانش مهتم، وان اهم حاجة بالنسبة له انه بقى مغامر، وكان فرحان جدا. ولكنه بقى مغامر من الرتبة اس، وبدأ يعمل مهام صغيرة جدا في المدينة وبتكون طورت سرعته وقوته. وكان بيشتغل في تصليح الحاجات البسيطة، واي شغلانة بسيطة كان هو اللي بيعملها، والناس كانت بتحبه عشان شغله حلو. بس في يوم من الايام بيشوف جنود بيتهاجموا من وحش زي اللي كان بيقرأ عنهم في الكتب، والوحش كان قوي جدا وكان معلم الجنود الادب. وقتها نور قرر يساعدهم ومسك قالب طوب ورماه على الوحش عشان يشتت انتباهه، وبمهاراته في التفادي قدر يهزم الوحش ويحمي بنت كانت هناك. لكن للاسف سيفه اتكسر، والبنت شكرت نور وسالته عن اسمه، لكنه قال لها انه مش حد مهم ومشي بعدها. وبعد المعركه الشرسه دي بيلاقي ايده بتترعش وبيكون خايف جدا، فبيقرر انه يتدرب اكتر واكتر، وده عشان يكون مغامر حقيقي في المستقبل. وعلى الجانب التاني بنشوف الجنود وهم بيحللوا اللي حصل في قتال نور ضد الوحش. والفارسه اينوس كانت متضايقه جدا لانها ما قدرتش تحمي لين، ودي كانت بنت الملك كلايز، وعرفتها انه ملوش لزوم في وجود مرافقين لمحاكمات الحق في العرش، وان ده كان قرارها من الاول، واعتذرت لها على القلق اللي سببته لها. في الوقت ده الاخبار بتكون وصلت لرين، وده بيكون اخو لين، وبيكون عرف كل اللي حصل لاخته، وبيسال هل حد استدعى المينيتار ولا لا، وكان شاكك فيه لانه شيطان بيسكن في الهاويه، ودي بتكون اعمق طبقه في الزنزانه ومحدش يعرف حاجه عنها، وانه عشان يطلع فلازم حد يجيبه للسطح المظلم بالليل. ساعتها الحارس اتفق مع كلام رين جدا، وعرفه ان الخبراء قالوا ان في خاتم لقوه على جثه تاجر موجود في مكان الحادث، وان هو السبب، وان السحرة القدامى في المجال حللوه ولقوا فيه حجر عالي الجوده ومش موجود في السوق، وده معناه ان الخاتم جاي من امبراطوريه داروس السحريه، ودي مش اول مره يعملوا الحركه دي، وان المره دي استدعوا وحش. يا عالم المره الجايه هيستدعوا ايه؟ ده غير ان الاميره لين كانت مقيده بحاجز. ساعتها رين طلب من الحارس انهم ياخدوا بالهم الفتره اللي جايه، وده عشان داروس مش عاوزه تخلص على الاميره بس، لا دول كمان بيدوروا على الموارد القيمه اللي موجوده في المملكه، وهي بواقي زنزانه المطر المفقود. وبيغير الموضوع وبيسال الحارس عن الراجل الغامض اللي انقذ لين، وان التقرير اللي مكتوب بيقول ان الراجل استخدم سيف عريض جدا هزم بيه المينيتار، والمعركه ما كملتش ثانيه، وان المفروض الفرسان كانوا شايفين اللي حصل، بس التقرير بيقول انه اختفى من قدام عينيهم زي الوهم. وكان شاكك ان الموضوع ده فيه حاجه لانه ما كانش قادر يصدق اللي مكتوب. وبنرجع بعد كده لنور، وبيكون راح لنقابه المغامرين، والموظف اول لما بيشوفه بيتصدم جدا وبيكون مستغرب ازاي الواد ده لسه عايش، وده لانه سمع ان الشيطان ظهر قريب من مدخل الزنزانه وان محدش شافه قبل كده، وبيعرفوا ان الناس جم سالوا عليه مخصوص وباين قوي انهم عاوزين يقابلوه. وقتها نور افتكر الناس اللي كانوا بيراقبوه، لكنه قدر يهرب منهم، وبنلاقيه غير
الموضوع، وده لانه حاسس ان في حاجه غريبه هتحصل. المهم الموظف بيديله مكافاه على اللي عمله، وبنلاقيه بيساله عن السبب اللي مخليه مصر انه يكون مغامر. بس في اللحظه دي بنلاقي الاميره لين ظهرت، وكانت مبسوطه جدا انها لقت الرجل الغامض، وعرفتهم انها استخدمت مهارتها في الكشف عن الاشخاص عن بعد، وطبعا اعتذرت لهم بعدها عن تطفلها. بس اللي خلاها تعمل كده هي رغبتها في مقابله نور، وانها كانت هتموت وتشوفه. وقتها نور كان في عالم موازي، وكان مستغرب ازاي البنت دي عندها مهارات الحراميه. بس لين بعدها قالت له انت كلامك غلط، وان تركيزها كله على السحر، وان عندها معرفه بانظمه المهارات السته، وكانت ناويه تتكلم اكتر بس اخدت بالها ان الناس كلها بتبص عليها، فطلبت منهم انهم يتكلموا بره احسن. والموظف كان مستغرب البنت دي عاوزه منهم ايه، وبيطلب من نور انه يهرب بسرعه، لكن وضحت سوء التفاهم ده، وعرفتهم ان الكلام بره هيكون احسن ومحدش هيقدر يسمعهم لما تستخدم تعويذه عزل الصوت والاختفاء. وفعلا بيخرجوا، ولين بتبدا تشكر بطلنا على اللي عمله علشانها، وكانت عاوزه كمان تديله الجايزه الكبيره بسبب حركه الجدعنه اللي عملها معاها. لكن نور المتواضع رفض الجايزه دي وقال لها كفايه كلمه شكرا. فلين عرفته ان ابوها كمان عاوز يقابله ويشكره على اللي عمله معاها. وقتها نور قلق من كلامها، وكان بيقول في سره انا عملت ايه لكل ده. المهم بنلاقي لين بتعرفه انها تقيله جدا في البلد، وانها لازم تدي حاجه للشخص اللي انقذ حياتها، وفضلت تعرض عليه شويه عروض، لكن نور رفضهم كلهم، وكانت حاسه بكميه احباط مش طبيعيه، وده لانه مش محتاج منها حاجه. فقررت بعدها تعمل حاجه غريبه، وبنلاقيها وقفت في مكانها وعرفته انها مش هتتحرك غير لما يقبل منها هديه. لكن نور كان لسه ثابت على مبدأه، وعرفها انه جه عشان يقابل ابوها مش اكتر. فلين عرفته انها هتستخدم دلوقتي تعويذه الاختفاء، وان هي مش عاوزه حد يشوفها وهي داخله القصر مع شاب غريب، وفعلا بتستخدم شويه تقنيات غريبه، وبتكون عدت من غير ما حد يشوفها. ونور كان مبهور جدا ببيتها لانه كبير جدا، ولين كانت بتقول له انه عادي جدا بالنسبه لعيلتها. وبتبدا بعد كده تقدم نفسها بشكل رسمي، وبنعرف ان اسمها ليمبرج كلايز، وان اسم لين ده في المغامرات بس. المهم بتسال اينوس عن مكان ابوها، فعرفها انه معاه ضيف مميز جدا وما ينفعش تخش عليه دلوقتي. لكن لين قالت له ازاي، وبتقول له ان الضيف المميز هو اللي معاها دلوقتي، وبيكون قصدها على نور، وانه خاطر بحياته علشانها. وفعلا بيدخلوا للملك، وبيبدا يشكر نور على اللي عمله، وطلب منه يقول له عن الطلبات اللي هو محتاجها. لكن نور ما ردش عليه، فالملك عرض عليه فلوس كتيره جدا، لكن نور رفض برضه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الملك ما سكتش، وقدم له كنوز من الزنزانه اللي تخص بلدهم، واللي بتكون اقدم زنزانه في العالم. لكن نور رفض برضه. ساعتها الملك جات له فكره، وقدم له سيف قديم كان محتفظ بيه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان نور اول لما شاف السيف على طول بيوافق، ولما جربه صدم الكل بقوته. والملك كان مبهور جدا بالولد ده، وعرض عليه انه يعلم بنته ازاي تستخدم السيف، وكمان تطور مهاراتها. لكن بعدها نور بيقول له انت كده بتتدخل في حياه بنتك، وانك المفروض تسيبها تعمل اللي هي عاوزاه، وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الملك اقتنع بكلامه جدا وقبل بيه. وبيخرج نور بعد كده من عند الملك، وكان مبهور جدا بالسيف اللي اخده. لكن وهو ماشي بنلاقي اينوس بتوقفه، وشكرته على انقاذه اللين، وعرفته انها من العائله الحاميه لعائله ليمبرج، وسابته بعدها ومشيت. ولما نور لف عشان يمشي اتفاجئ بشاب واقف اسمه جيلبرت، وطلب منه يحاربه في نزال واحد قصاد واحد. وطبعا نور بيوافق، بس بيكون مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، وده لانه ما كانش عنده شريك تدريب من ايام المدرسه. فبنلاقي جيلبرت بيقول له انه مشهور بمهاراته القتاليه، وبيأمره انه ما يختارش سيف، وده لانه شايف ان العصايه احسن في القتالات اللي زي دي. بس اللي ما يعرفوش ان نور مش بيفرق معاه الكلام ده، وانه شايف ان دي فرصه ذهبيه لمغامر ناشئ، بمعنى اصح يتضرب في معركه تجريبيه احسن ما يتضرب من خصم بجد. وبيكون شايف ان دي احسن فرصه انه يتدرب قدام واحد مستواه اعلى منه، فبيختار نور السيف، وبيعلن انه جاهز للمعركه. وبتبدا المعركه، وجيلبرت بيكون في وضعيه الهجوم، بس ولا ضربه من الضربات بتاعته بتيجي في نور. ونور حرفيا بيكون سريع جدا، وبيكون فاكر ان جيلبرت بطيء، فبنلاقيه وقف القتال، وبيوضح انه عارف ان جيلبرت بيتساهل معاه، وبيأمره انه ما يتراجعش كتير. بس جيلبرت بيكون مش فاهم حاجه، فبنلاقيه بيعتذر وبيتعامل مع نور بجديه اكتر. وبكده نقدر نقول ان جيلبرت بقى اسرع بكتير دلوقتي، بس بنلاقيه حس بالاحباط شويه، وده لانه مش قادر يضربه ولا ضربه. بس نور بيكون لسه شايف ان جيلبرت مش بياخده بجديه، وانه بيتعامل معاه زي الاول. فبيقرر جيلبرت يوري له حركه مختلفه، وبيتغير في نص الهجوم، بس نور بيتجنبها بسهوله برضه، وبيكون شايف انه ما كانش قريب من الضربه. فبنلاقيه بيطلب منه يسرع ضرباته اكتر من كده شويه، وبيبدا يسال نفسه هل جيلبرت هيبذل كل جهده فعلا ولا هياخده على قد عقله. فبعدها جيلبرت بيبهره، وبنلاقيه هجم عليه، وكان ناوي على نيه سودا، بس بيتصدم لما بيلاقي العصايه بتاعته ضربت الهوا بدل نور. بس لما بيبص وراه بيلاقي نور واقف ولا همه حاجه، وعشان نور راجل كويس بنلاقيه بيقول له كده انت اللي كسبت المعركه الوهميه يا جيلبرت. لكن جيلبرت بيستغرب بعد ما سمع الجمله دي، وكل الناس اللي موجودين في المكان بيكونوا مستغربين ازاي شاب عادي زي ده هرب من ضربه قويه زي دي. واللي بيكون مضايق جيلبرت في الوقت ده انه اقوى واحد في المدينه، ومحدش كان بيقدر عليه، وان اللي قدر يغلبه هو الصعلوك ده، وبيكون قصده على نور. وبنرجع بعد كده بالزمن لورا، وبنشوف جيلبرت زعلان من كل الضعفاء اللي حواليه، وكان حاسس بملل شديد. وفي يوم من الايام المعلم بتاعه عرفه انه
انه اخد نفس اللقب اللي معاه. وطبعا جيلبرت ما كانش مهتم لانه لسه حاسس بالملل. فبنلاقي المدرب بيساله عن رايه في اينوس، فجيلبرت بيرد عليه وبيعرفه انها قويه فعلا بس طبعا مش اقوى منه. وقتها المدرب كان متاكد ان في يوم من الايام هيجي شخص هيحط عليه ويكسر دماغه. وطبعا جيلبرت النرجسي كان بيقول يا رب يحصل عشان انا ملان جدا. وبنرجع بعدها للحاضر وجيلبرت بيكون لسه مصدوم وبيكون مش قادر يصدق ازاي واحد زي نور قل منه ومن كرامته. بس بنلاقيه اتصدم اكتر لما شاف الشقوق اللي اتعملت في الارض بسبب القتال بتاعهم. وعلى الناحيه التانيه بنشوف نور وهو ماشي في الطريق وبيكون فرحان جدا من السيف الجديد بتاعه وانه يقدر ينظف بيه الصرف ده، حتى المواد اللي لازقه في القاع السيف بيقدر يشيلها. من الاخر السيف ده بيعمل كل حاجه حرفيا، ده حتى بيساعده في تحضير البيتزا. وبعد شويه بنشوف نور وهو قاعد بيفكر هيعمل ايه بالسيف الجديد بتاعه، بس فجاه بنلاقي لين ظهرت وبتطلب منه يكون الخدام بتاعها. لكن نور بيكون فاكرها بتغلط فيه، فبتقول له انها مش قصدها كده وهي فعلا عاوزاه يهتم بيها طول ال 24 ساعه ويعلمها السحر. وعشان تغري اكتر بتعرفه ان عيلتها هتدفع له فلوس كتيره جدا وده مقابل انه يهتم بيها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان نور رفض الطلب ده فورا، وعشان لين تغريه اكتر واكتر بنلاقيها استخدمت السحر بتاعها وعرفته انها مستعده تعلمه السحر مقابل انه يكون المساعد بتاعها. ومش بس كده، ده بنلاقيها كمان فلقت الشجره نصين بضربه واحده. وكمان مش بتسكت، دي بتبهره اكتر بكل المهارات بتاعتها. وبعد كل السحر والشعوذه اللي عملتها دي نور بيرفضها وبيصدمها صدمه عمرها، وبيحاول يفكر ازاي يخليها تفهم ان مفيش حاجه يقدر يعملها ليها، وبيقرر يظهر لها قدراته الصغيره عشان تسيبه. وفعلا خطته بتكون نجحت. ولين وهي مروحه بتفكر في القصه اللي المعلمين في المدارس السته كانوا بيحكوها للطلاب، وكان من ضمن القصص دي قصه الشاب الصغير واللي ما كانش عنده اي موهبه، وان الطلاب كانوا بياخدوا القصص دي كحكايات خياليه لان فكره وجود شاب زي ده كانت مستحيله فعلا. وبنعرف ان الشاب ده درس في كل مدارس التدريب اللي موجوده في العاصمه الملكيه وكمان المعروفه بالتدريب الصارم. والشاب ده كان مجتهد جدا وخلص كل المناهج الخاصه بالمدارس دي، ومن كتر ما هو كان دحيح كان بيخلص الدورات التدريبيه اللي مدتها 3 شهور في 3 ايام بس. ولين كانت فاكره ان ده مستحيل لحد لما شافت مدرب السحر اوكين واللي بيوريها ازاي ممكن يكبر لهب صغير. واوكين وضح ان حته الشعله الصغيره دي ممكن تزيد مع التدريب المستمر. ولين كانت بتحاول تنمي شعلتها الصغيره بنفسها بس للاسف ما كانتش قادره، وكانت ثابته عند حجم معين ما كانتش قادره تكبرها اكتر من كده. وعشان تطور المهاره دي فلازم تجتهد وتشد على نفسها في الدراسه. وبنعرف بعدها ان نور عرف نظرها من بعد ما اظهر الشعله بتاعته، وده عشان الشعله بتاعته كانت اكبر من شعله اعظم ساحر في العالم. وبتكون ندمانه انها كانت فرحانه بشويه مهارات واللي نور كان بيقدر يعملها بس عشان تحل عنه فما عملهاش. وبنعرف ان لين بتسعى انها تكون اقوى من الاول وده عشان يكون ليها مكانه زي اخوها الكبير. فعشان كده بنلاقيها رجعت لنور وعرفته انها هتمشي وراه في اي مكان هيروحه وانها مش هتسيبه غير لما يخليها اقوى من الاول. والناحيه التانيه بنشوف رين وهو متضايق جدا من ابوه، وده لانه ادى السيف الاسود لشخص من سلاله غير معروفه، وان السيف ده الملك لقاه في اعمق مكان في الزنزانه. والمهمه اللي لقى فيها السيف كانت خطيره جدا، والسيف ده مصنوع من ماده محدش يعرف عنها حاجه، ده غير انه متين جدا ومفيش حاجه تقدر تخدشه حتى. وعشان كده السيف بقى معروف بالشفره الغير قابله للكسر. لكن الطرف الحاد اللي كان في السيف كان متضرر لما لقوه، والكل كان بيحاول يعرف ايه القوه اللي عملت فيه كده. ورين بيكون مش قادر يفهم ازاي الملك تنازل عن السيف بالسهوله دي. فجاه بنلاقيه غير طريقه تفكيره وادرك ان في اضطرابات كتير بتحصل في المدينه، وان فكره ان الملك معتمد على النور دي هتفيدهم كتير في المستقبل، خصوصا انه قدر يخلص من المينيتار، وان اكيد السيف ده سلاح سري هيفيدهم كتير في المستقبل. وبنرجع بعد كده لنور وبنشوفه وهو خارج مع لين، وكان مستغرب ازاي بنت الملوك قاعده في السوق عادي جدا ومش خايفه من الناس. فردت لين وعرفته انها مغامره في الاول وفي الاخر وان الحاجات دي مش بتهمها قوي. وبنلاقيهم راحوا النقابه وكانوا بيدوروا على شغل محتاج شخصين بس، وبنعرف ان لين رتبتها في الضية من الدرجه بي، وانهم لو شكلوا فريق فساعتها هيقدروا يعملوا شغل عباره عن صيد العفاريت. وطبعا نور كان مستغرب اللي سمعه، وده لانه هيشتغل بره العاصمه، ده غير انه كان حاسس بالحقاره شويه لانه كان هيستغل رتبه لين كمغامره. بس الغريب بقى ان لين كانت بتقول له انا هتشرف جدا بتشكيل فريق معاك. وطبعا كلام زي ده ما اثرش على نور وكان مستحقر نفسه لسه، لكنه قدر يتغلب على الاحساس ده ورجع يركز على حلمه اللي هيتحقق، وكان متحمس جدا للشغل الجديد. لكن الموظف حذره من الشغل ده، وان مش معنى ان فلوسه قليله ده معناه انه مش خطر، لا ده هيكون في غابه الوحوش ولازم يرجعوا باذن من العفريت كدليل على نجاح الصيد، وان من غير الاذن ده مش هيقدروا ياخدوا المكافاه بتاعتهم. وبلغهم ان اعداد العفاريت قلت فممكن ما يلاقوش اي عفاريت هناك، ولو فعلا الكلام ده حصل فما قدامهمش غير حل واحد بس، وهو انهم يختاروا شويه اعشاب ويجيبوها هنا. وفعلا الشباب بعدها بيمشوا وكانوا في طريقهم لاول مهمه ليهم. وبنعرف من لين ان العفاريت بتاكل الحيوانات الصغيره وثمار الاشجار، بس الكلام ده كان من زمان، وانما دلوقتي فبقوا يهاجموا البشر عشان ياخدوا منهم القوه، وانهم لو استمروا في النمو والتطور اللي هم فيه فهيغزوا البشريه ويدمروا العالم. فعشان كده المغامرين بيحاولوا يسيطروا على اعدادهم ويحلوا المشكله دي. المهم بيبداوا يدوروا على العفاريت اللي هناك بس للاسف مش بيلاقوا حاجه. وبعد شويه بنلاقي لين حست باحساس غريب وان في وحش قريب منها، فبيروحوا عشان يتاكدوا، بس عشان حظهم
انهم الوحش الغابه كانت ضلمه جدا، والاشجار الطويله كانت حاجبه ضوء الشمس، ودي حاجه العفاريت بيحبوها جدا، وانهم بيفضلوا يعيشوا في الاماكن اللي زي دي. وفجاه يا صديقي بنلاقي لين وقفت، وكانت بتقول بعلو صوتها اهو واقف هناك. ونور كان فاكر ان الوحش مات بسبب الشيخوخه، لكن بيتصدموا ان هما الاثنين لما ادركوا ان الوحش ده مشوه مش اكتر. وعلى طول بتستخدم لين كاشف السحر، وبتظهر الوحش المستخبي واللي كان ضخم جدا، وبنلاقيه بياكل عفريت تاني عشان يتغذى ويبني نفسه. والاساطير بتقول ان العفاريت دي بتكون اضعف نوع، لكن الكلام ده على الورق بس. والعفريت ده كان بيعامل الاشجار كاسلحه، كان بيدافع بيها عن نفسه، ومن شكله باين انه قوي جدا وانه ناوي على شر. وطبعا لين كانت خايفه منه جدا، بس نور طمنها ووعدها انهم هيكونوا كويسين. وبنعرف ان العفريت ده كان امبراطور العفاريت، وده وحش ظهر بسبب التلاعب والتغيرات الجينيه اللي الانسان عملها. والوحش ده من النوع اللي كل ما بياكل كل ما قوته بتزيد. وفي الوقت ده لين كانت مبهوره جدا بنور، وقد ايه هو واثق في نفسه، وبنلاقيها بدات تكسب شويه ثقه بسببه. وبيستعدوا هما الاثنين وكانوا على وشك الهجوم عليه، بس العفريت سبقهم وهو اللي ابتدى الهجوم. بس نور لحق نفسه واستخدم قوته وقدر يصد الهجوم ده، لكن العفريت كان قوي جدا بس على نفسه. وبنلاقي لين استخدمت سحرها وكانت بتساعد نور، لكن برضه الوحش كان قوي جدا ولا حاجه اثرت فيه، ده غير جروحه اللي كانت بتختفي، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لهم. فكانوا شاكين ان ده ليه علاقه بالبلوره اللي موجوده على وشه، وانهم لو قدروا يخلصوا منها ففرصتهم في الفوز هتكون اعلى. بس العفريت كان ليه راي تاني وبيرمي عليهم غصن شجره، لكن الشباب قدروا يتفادوه. ساعتها لين كانت متاكده ان البلوره دي هي اللي بتحدد قوه العفريت، فبيقرروا هما الاثنين انهم هيركزوا عليها وان هدفهم البلوره دي. فبنلاقي لين بعدها بتستخدم هجوم الرياح على ظهر نور، والرياح كانت قويه جدا، قدرت تخلي نور يطير في الجو ويحرك البلوره. وقتها العفريت كان مستغرب جدا، ولين بتكون اخذت الحجر وطلبت من نور انه يخلص على العفريت، بس كانت خايفه لحسن الوحش يتألم وما يستحملش الوجع، فعشان كده بتولع في العفريت، وكان بيصوت وبيتألم من شده الوجع. وبعد ما العفريت مات نور قرر انه مش هيقاتل اي عفاريت تاني لحد لما ينسى الموقف اللي حصل ده، وعرف انه مش لازم يحط نفسه في مواقف خطيره. فعشان كده بيقرر انه يتنقل للتحدي التاني بعد ما يتدرب اكتر ويكون قوي اكتر. وبعد ايام ريم بيكون وصل له خبر موت امبراطور العفاريت، وكان قلقان جدا من البلوره بتاعته، وكان بيفكر في مين اللي عمل كده، بس بيتصدم لما بيعرف ان لين هي اللي قدرت تخلص عليه. وعلى الجانب التاني بنشوفهم هما الاثنين وبيكونوا في نقابه المغامرين، ونور كان شايف ان لين هي السبب في كل اللي حصل، فبيقرر انه يحتفل معاها بيومه الاول للصيد، وده لانه حدث مهم جدا بالنسبه له. بس بيتفاجئوا لما الموظف بيطلب منهم اذن العفريت، فبيتخضوا هما الاثنين وبيكونوا ادركوا انهم اغبياء جدا، وده لانهم ولعوا في العفريت وما خدوش منه الاذن. وبنرجع بعد كده لرين، وبيعرف من شويه اوراق ان في عدو دخل بلدهم، فبيقرر بسرعه انه يبعت القوات لمناطق معينه، وبيستدعي الست ابطال. وبنلاحظ انه ندمان جدا، وده لانه ما اكتشفش الموضوع ده من بدري، وبيكون شايف ان الامبراطوريه السحريه وصلوا لمرحله الجنون، وانهم عاوزين موارد الزنزانه باي طريقه، ومش فارق معاهم ارواح الناس، ده غير انهم جايين يهدوا البلد من تاني. وعلى الناحيه التانيه بنشوف بطلنا ولين بيتغدوا مع بعض، ولين عرفته انها هترجع بيتها النهارده، بس اخوها وفر عليها المشوار ده وطلب منها تروح الجبال الصبح عشان في موضوع كبير هناك، لكن ما حكالهاش اي تفاصيل. لكن من الواضح كده ان الموضوع خطير. وقتها نور كان متحمس جدا لانه هيسافر لاول مره بعيد عن العاصمه، وان السفر بالنسبه له اغلى من الفلوس اللي بياخدها من النقابه، ده غير انه هيكون مع لين، وفي المستقبل هيقدر يسافر بلاد كتير مختلفه. وبيبدا يفكر في حلمه انه يكون مغامر، وان نفسه يسافر لوحده. ولين كانت بتعتذر له لانها اضطرت تاخده معاها، لكن نور قال لها ما تعتذرش، وان انت عملت معايا خدمه كبيره وساعدته في التعامل مع العفاريت. المهم بعدها رين طلب منهم يروحوا الجبال ويستنوا هناك شويه، ولو ما حصلش اي حاجه غريبه فيروحوا مكان اسمه مصر. وقتها لين كانت بتتمنى انه ما يحصلش اي حاجه، بس اينوس بتفصلها وبتعرفها انها هتلاقي الحاجه الغريبه هناك، وبنعرف ان عندها اوامر سريه، ورين بيكون طلبها منها وحذرها ان العاصمه الملكيه هتقع في ازمه كبيره جدا قريب، وانها لو اتدمرت فعلا فوقتها اينوس هتاخد لين ويتحركوا على مصر. طبعا اينوس كانت رافضه فكره انه يسيب العاصمه في حاله الطوارئ دي، لكن رين فكرها ان واجبها الرئيسي هي حمايه الاميره لين. وبنرجع بعد كده للحاضر، واينس بتبهر بطلنا بالدرع بتاعها، وان الدرع ده بيكون قوي جدا ومفيش اي اسلحه او سحر يقدر يعدي منه. وبيغيروا الموضوع وبيتكلموا عن شخص اسمه ارمادلو، وبنعرف انه شخص موهوب جدا وكان بيهزم الوحوش بضربه واحده، وان اينس بنفس قوه الشخص ده، بس عمرها ما وافقت تدخل معاه في مقارنه. وبتبدا تتكلم عن الماضي بتاعها، وبنعرف انها كانت عايشه في دار ايتام، وهناك بتكون اكتشفت ان عندها قوه غير معروفه وما كانتش عارفه ايه اللي بيحصل، لدرجه ان في بنت الفضول اخدها وجربت تحط ايديها في القوه بتاعتها، بس للاسف فضلت تصوت وما قدرتش تستحمل الالم. ولما اينس ورى قوتها للابطال كان باين قوي انها هديه نادره لكوكب الارض، وان قوتها دي ممكن تكون شفره تقسم اي حاجه نصين او درع يحمي البلد. ولما الابطال علموها ازاي تستخدم قوتها للاسف ما قدرتش تتغلب على خوفها من ازاي حد تاني بقوتها، فبتاخد الحل السهل وبتبعد عن الناس. وبنرجع بعد كده للحاضر، واينوس كانت غيرانه جدا من نور وعماله تحسده من ساعه لما شافته. المهم بيلاحظوا مسار غريب في
الميدان، فبتستخدم لين تعويذتها عشان تكشف الوحش اللي موجود، وبتعرف انه راجع للعاصمه الملكيه. وقتها الملك بيعرف ان الهجوم بدأ، وللاسف ما عندوش جنود كفايه عشان يواجهوا الوحوش دي، لكن رين بيتولى المسؤوليه وطلع بخطه يواجه بيها الوحوش، وبلغ الملك انه بعت ال6 ابطال للعاصمه، وده عشان يعرفوا هيعملوا ايه وايه اللي بيحصل هناك. وبنشوف مجموعه من الجنود بيتعرضوا لهجوم من العفاريت الضخمه، بس في اللحظه دي الابطال التانيين بيكونوا وصلوا لساحه المعركه، والوضع كان وحش جدا، بس رين كان مرتاح لان اخته بتكون رجعت له بامان. بس في اللحظه دي بنشوف حاجز الضفدع اتحطم، والوحش طير الطفل بعيد. في الوقت ده اينوس كانت بتحاول توقفه، بس للاسف كانت متاخره شويه، والوحش كان بيواجه نور، ودار ما بينهم قتال شرس جدا. وعلى الجانب التاني بنشوف رين وهو بيحكي لاخته عن قوم الشياطين، وانهم انصاف بشر عندهم القدره على انشاء رابطه عقليه مع الوحوش، وان الشياطين كانوا قريبين من الوحوش اكتر من البشر، واتحدوا بعدها مع بعض وكانوا هيدمروا مدينه مصر، لكن البشر اصطادوهم في اخر لحظه وكانوا فاكرين انهم انقرضوا، بس للاسف طلع ليهم احفاد لسه موجودين. ورين بيحذر اخته من الشياطين وطلب منها تهرب لو شاف الطفل بيلعب مع تنين. وبنرجع بعد كده النور، وكان بيحاول يسد قدام الوحش باي طريقه، بس للاسف الوحش وجه عليه سائل كده خلى النور يقع على الارض. وطبعا اينوس ولين ما سابوهوش واستخدموا سحرهم وساعدوا نور لحد لما قدر يخلص عليه نهائيا. وبعد كده بنرجع بالزمن لورا، وبنشوف مجموعه من الاطفال المحبوسين واللي الناس كانوا بيعتبروهم ملعونين، وده لانهم اتولدوا بقدره على التحكم في الوحوش السحريه، وان الناس كانوا بيسموهم الصعاليق عديم القيمه. والاطفال دول اتعلموا ان قوتهم دي هدفها الوحيد هو السيطره على الماشيه، لكن واحد من الاطفال دول استخدم قوته في الحرب وسيطر على الوحوش وقتل ناس كتير جدا. ومن وقتها البشر كرهوا الشياطين وبداوا يطاردوهم. وبنعرف ان كان في بنت بتتضرب على طول، وكل مره كانت بتحاول تتكلم كانت بتتضرب زياده، والطفله دي كان عندها قدره على قراءه افكار الناس، وده خلى الموضوع يسوء اكتر. ولما البشر عرفوا الموضوع ده وان معاملتهم وحشه ليها، عمرها ما فكرت في الانتقام رغم كرهها لكل اللي حصل. وفي يوم من الايام الراجل المسؤول عن السجن طلب من الطفله انها تسيطر على الوحوش، وبلغها ان قوم الشياطين ممكن يكونوا مفيدين للبشر، ولو فعلا الطفله دي سمعت كلامه فهي مش هتنضرب تاني ابدا، وهتاكل كمان اللي هي عايزاه، انما لو ما سمعتش الكلام فهي هتتضرب اكتر من الاول. وقتها الطفله ما تقدرش تقرا افكار الراجل، وده لانه كان لابس جهاز على راسه بيمنع الموضوع ده، والطفله ما كانش قدامها حل غير انها تثق فيه. وبعد فتره الطفله راحت العاصمه بنيه انها تخلص على الكل بناء على طلبات الشخص ده، بس في اللحظه دي بنلاقي لين دمرت الحاجز، والطفله اعتذرت للكل، وده لانها فشلت وكانت مستعده تنهي حياتها. وبكده يعتبر الطفله ما ساعدتش الراجل وما نفذتش طلبه، بس على الاقل حست انها مرتاحه وضميرها مش هيأنبها، وده لانها ما اذتش حد ابدا، وكانت فرحانه انها تسيب العالم بالطريقه دي، وكانت بتتمنى انها لو اتولدت من جديد وما تتعرضش للضرب تاني، وانها تكون مفيده لاي حد. بس في اللحظه دي بيظهر نور وبينقذها، والطفله ما كانتش فاهمه ليه حد بيقاتل علشانها، وكانت قلقانه جدا لما نور اتصاب بسم الضفدع. وبنعرف ان الطفله اتصابت بالسم هي كمان، لكن النزيف بتاعها بيقف بشكل مفاجئ والمعركه بتبدا تسخن، ونور كان بيحاول مع الضفدع بكل الطرق، لكن للاسف السم بيكون سيطر على جسمه. وبنرجع بعد كده بالزمن، وبنشوف نور وهو راجع من المدرسه، وبيكون عمل شويه شوربه من شويه الاعشاب اللي بيجمعهم، لكن للاسف الشوربه كانت سامه، ونور كان بيعاني من السم واضطر يستخدم قدرته القليله عشان يعالج نفسه. وتاني يوم نور بدا يحس بتحسن، واول لما بيخف بيلاقي تعبان عضه عضه قويه جدا خلته يقع على الارض، بس الغريب بقى تاثيرات السم اختفت بسرعه، ونور ادرك انه عنده قدره على تحمل السم، وبنلاقيه بدا يطور المهاره دي، وكان بياكل حاجات سامه متعمد، وكان بيتحمل معظم السموم، بس كان بيخرج من بقه كميه صغيره من الدم. وبنرجع بعدها للحاضر، ونور قرر ان الضفدع السم الضخم ده ولا حاجه بالنسبه له، بس للاسف ما قدرش يقاوم السم في الوقت المناسب وخرج منه شويه دم، ومن خبرته عرف ان كميه الدم دي مش مشكله كبيره، وان قدرته على الشفاء كانت بتحميه. وبنلاقيه رجع يحارب الضفدع تاني، وكان مبهور جدا لما اتاكد انه بيقدر يتحمل وحش رهيب زي ده لوحده. وبتبدا المعركه تسخن اكتر، والضفدع كان بيجهز ضربه قويه جدا، بس النور قدر يخلص عليه في الوقت المناسب. وبعد المعركه الشرسه دي الطفله اعترفت انها هي اللي جابت الوحش ده، والشباب كانوا فاكرين ان الطفله دي كانت خافيه نفسها عشان ما حدش يسرق منها الضفدع، لكن الحقيقه بقى ان الطفله كانت بتعمل كل ده عشان تبيع الضفدع وتكسب فلوس. والطفله كشفت انها كانت قادره تسيطر على الوحش من خلال التحكم فيه عن بعد، وطبعا نور كان مبهور جدا ازاي طفله صغيره زي دي تقدر تتحكم في وحش عملاق زي ده. وبنعرف ان دي قدره البنت اتولدت بيها، والطفله اعترفت انها من قوم الشياطين، وان اي حد من القوم ده عندهم القدره دي. وقتها نور كان بيفكر في طرق مساعده للناس، والطفله كانت مذهوله لما سمعت انها ممكن تكون مفيده، وكانت بتعيط من كتر خنقتها، ونور بيأكد لها ان في ناس كتير ممكن يستفيدوا من مساعدتها. وفي الوقت ده البنات بيكونوا وصلوا، وكانوا متفاجئين ان نور قدر يشفي جروحه، وانه طلع قوي جدا ضد السموم. ولين كانت فاكره ان السم من الوحش ده خطير جدا، بس نور عرفها ان في حاجه اسمها الروح المقدسه بتقدر تشفي كل الجروح. المهم بنلاقيه عاوز ياخد الطفله معاهم، لكن البنات كانوا خايفين من قوم الشياطين، وبيكونوا عايزين يعرفوا مين اللي بيخلي البنت تعمل كده. بس
الطفله ما كانتش تعرف حاجه عن اللي بيقولوه، واينوس بتدرك ان الطفله دي كانت عباره عن عبد، والعبيد دول اصلا محظورين في مملكه كلاي. فبنلاقي لين بتسالها جت هنا ازاي، والطفله بلغتهم ان عينيها كانت متغميه لحد لما جت هنا، وبتطلب منهم يوصلوها لاقرب مدينه. وقتها لين كانت في عالم موازي، وكانت بتفكر في التحذيرات اللي اخوها قال لها عليها، وبيبداوا كلهم يفكروا هيعملوا ايه في البنت دي، لحد لما بيظهر شخص شكله غريب وباين عليه انه جاي وناوي على شر. وبعدها بنكتشف ان الشخص ده هو اللي اجر الطفله عشان تعمل المهمه دي، وانه جاي عشان ياخد الطفله ويمشي. وفجاه بيهجم على نور وفضلوا يدبوا في بعض، بس نور كان قوي وصد كل الضربات. وقتها الشخص ده غير الخطه بتاعته وطلع سكينتين وهجم على نور، بس برضه نور كان اقوى منه وما اداهوش الفرصه اللي هو عاوزها. فالشخص ده اتعصب جدا وبدا يسدد له مجموعه من الضربات، ونور كان بيحاول يصدها بالسيف بتاعه. وبنرجع بعد كده بالزمن لورا، وبنشوف اينوس وهي بتقرا خطاب، وبلغت الملك ان في شخص اسمه زودو بقى خطر جدا، وانه بقى مغامر من الدرجه اس. وطبعا جيلبرت لما صدق وطلب منهم يسيبوا له المهمه دي، بس المعلم رد عليه وقال له اقعد ساكت بدل ما تروح مننا. والساحر عرفهم ان زودو ده معجزه، وان واحد زي ده بيشكل خطر كبير عليهم، فقرروا ياجلوا قرارهم، وكانوا بيحاولوا يلاقوا خطه تخليهم يقدروا يتعاملوا معاه. وفي نفس اليوم بالليل بنعرف ان زودو خلص على بلد كامله، وكان بالنسبه له الموضوع عادي جدا وما كانش حاسس بحاجه. وبنرجع بعدها للحاضر، وزودو كان بيحاول يخلص على نور باي طريقه، بس للاسف الخناجر بتاعته اتكسرت. ولما زودو بياخد باله من سلاح نور بنلاقيه رمى السيف بتاعه في الهواء، وفجاه بنلاقي كميه اسلحه ظهرت وكانت في اتجاه نور، وللاسف نور مش بيقدر يتفاداها كلهم وبيتعور. وزودو مش بيسكت على كده، وبيوجه سكاكين اكتر واكتر، مش على نور بس، لا ده على الطفله الصغيره كمان. وعشان نور بطل كبير كان بيدافع عن الطفله وبياخد السكاكين مكانها. ولما الموضوع بيتكرر اينوس بتظهر وبتحوطهم بالدرع بتاعها، وكانت بتحاول تهجم على زودو، بس هو كان شقي شويه واتفادى كل الضربات. فبنلاقي نور مسك انياب الضفدع وطلب من اينوس انها تحرك الدرع بتاعها، وبنلاقيه رمى الانياب على السكاكين، وفعلا السكاكين بعدها بتتدمر. بس فجاه زودو بيكون ظهر وكان هيخلص على اينوس، بس نور ظهر في اخر لحظه ورجعوا يحاربوا بعض من تاني. ونور كان قوي جدا وقتها، فزودو بياخد الطريق السهل وبيختفي، والكل كان مستغرب هو هيعمل ايه في العاصمه. فالطفله بتعرفهم ان زودو مش سهل، خصوصا انه عرف انهم من المدينه، وده معناه انه ناويلهم على حاجه مش كويسه. وبتبلغهم انها سمعت ان في وحش رايح للعاصمه. فبنلاقي الشباب ركبوا العربيه وكانوا في طريقهم للعاصمه. وبنرجع بعد كده بالزمن، وبنشوف ابو نور بيحكي لابنه عن خطوره التنانين، وان التنانين دي وحوش قويه جدا موجوده من الاف السنين، وممكن تدمر الارض بخطوه واحده بس. ونور كان دايما بيحلم انه يبقى قاتل تنانين، رغم ان والده كان بيحذره من صعوبه المهمه دي. ونور كان بيقرا قصه عن شخص كان بيواجه التنانين بنفسه، وبدا يقتل الوحوش دي ويحول المواد اللي بيطلعها منها لاسلحه وادويه جودتها عاليه جدا. وطبعا ده جاب له فلوس كتيره وخلاه بطل في نظر الناس، ووقتها سموه قاتل التنانين. ونور كان عايز يكون قاتل تنانين هو كمان، بس ابوه قال له قاتل تنانين مين يا طفل انت؟ وبلغه ان في تنانين قويه جدا مش هيقدر عليها، بتقدر تدمر الجبال بضرب الديل بس. وبنرجع بعد كده للحاضر، ونور والبنات بيكونوا رجعوا للعاصمه، وبنلاحظ ان لين اترعبت لما شافت التنين طاير في الجو كده، والتنين العملاق ده كان راعب كل الناس اللي في العاصمه. وبنعرف التنين ده كان نايم بقاله 150 سنه، لكن الامبراطوريه صحته من النوم، ودي حاجه ضايقته جدا وتسبب في دمار كبير برفرفه واحده من جناحاته. ورين بيكون امر الكل انهم لازم يسيبوا العاصمه، وده بسبب حاله الطوارئ الكبيره اللي بتحصل. والناحيه التانيه بنشوف اينوس وهي فاقده الامل في العاصمه، وان اكيد التنين هيخلص عليها. ولين كانت خايفه جدا ان ابوها يستخدم نفسه كدرع عشان المواطنين يهربوا، بس بتكون عارفه انه كبر وعجز ومش هيقدر يقاتل الوحش الاسطوري ده. ونور بعدها بيطمنهم وبيعرفهم انه هيقدر يوصل في الوقت المناسب لو جري زي الحصان. وطبعا لين كانت خايفه وان القوه اللي هتوصله للعاصمه في الوقت المناسب دي ممكن تاذيه، بس نور عرفها انهم ممكن يستخدموا نفخه الهواء بتاعتها وتوصله لحد هناك، وان السيف بتاعه هيستحمل قتال زي ده. واللي بيخليه عاوز يعمل كل ده انه مدين لاهالي المدينه وللملك، وانه عايز يساعدهم وواثق انه هيقدر يخلص على التنين وينقذ البلد. وبنرجع بعد كده بالزمن، والملك كان رافض يسلم الزنزانه المفقوده لامبراطور السحر، وحاجه زي كده خلت الامبراطور يتضايق منه، وبيقرر انه مش هيبطل اللي بيعمله لحد لما ياخد الزنزانه. وقتها الملك ادرك انه قلل من اهميه الامبراطور، وانه لازم يتحمل المسؤوليه الكامله عن انهيار المفاوضات. وبنرجع بعدها للحاضر، والتنين كان مبهدل الدنيا خالص وعامل عمايله على الاخر، والملك قرر انه لازم يعمل حاجه ملكيه قبل ما يموت، وبنلاقي سحب سيفه وقرر يواجه التنين. وبنرجع بعد كده لنور والبنات، وقتها كانوا بيجهزوا التعويذه اللي هتخليه يطير عشان يوصل لهناك، وفعلا بيعملوها وبيطيروه. وبنرجع بعدها للملك والابطال، وكانوا مرعوبين لما شافوا الملك هيضحي بنفسه، بس بيدركوا ان مفيش حل تاني وخلاص لازم يعملوا كده. وواحد من الابطال الموجودين قدر يعرف السيف اللي مع الملك، وبنعرف ان السيف ده معروف بالسيف المتفجر، وان بضربه واحده منه كفيله تخلص على التنين. وبنلاقي الضفدع بيجهز الضربه بتاعته،
وكان هيخلص على الملك، بس الملك ما ماتش ولا حاجه، وده عشان نور ظهر في اخر لحظه وشتت انتباه التنين، وده خلى التنين ينهار، وكان متضايق لما عرف ان انسان صغير زي ده قدر يعمل حاجه زي دي. وقتها التنين هجم على نور، بس نور كان بيتفادى كل الهجمات بسهوله. ساعتها التنين بيكون زهق، وبنلاقيه جمع طاقه كبيره جدا في بقه وطلع شعاع كبير جدا، بس نور وقتها قدر يصد الهجوم، وده خلى التنين يتضايق اكتر من الاول. وفي الوقت ده البنات بيكونوا وصلوا وبيكونوا عاوزين يساعدوا الملك ويطلعوه من هنا عشان يهرب، بس فجاه بنلاقيهم اتعرضوا لهجوم من شويه عمالقه كده، بس الموضوع ده مش بيطول، وإينوس بتخلص الموضوع بسرعه. وبنرجع بعدها لنور، وكان بيحاول يخلص على التنين باي طريقه، بس طبعا ده بني ادم وده تنين، والمعادله كده بتكون مش صحيحه. المهم بنلاقي التنين طار في الجو، وكان بيجهز الشعاع بتاعه وبدا يوجهه ناحيه نور، لكن نور صد الهجوم ده بالسيف بتاعه. وفجاه بنلاقي نور قرر انه مش هيقاتل التنين ده، وده لان التنين وقف القتال، وكان باين قوي انه عرف حجمه وعرف مقامه بالنسبه لنور. وطبعا البنات ما سابوش صاحبهم وجريوا ناحيته عشان يفوقوه، بس نور عرفهم الموضوع وشكر الطفله رولو بسبب مساعدتها ليهم، ورولو ما كانتش عارفه هو بيتكلم على ايه، فنور عرفها انهم لولاها ما كانوش قدروا يسيطروا على التنين ده، وانها قدرت تتحكم فيه وتسيطر عليه. بس رولو بتصدمه وبتعرفه انها ما عملتش اي حاجه من اللي بيقول عليها دي، فبيتصدم نور وبيطلب منها تتحكم في التنين وتخليه يرجع للمكان اللي جه منه. بس البنات كان ليهم راي تاني، وكانوا عاوزين يخلصوا عليه ويرتاحوا منه، بس نور بيكون مش متفق مع الراي ده وبيقنعهم انهم يسيبوه، وده لانه التنين بنفسه هو اللي وقف القتال، وده معناه انه مش خطر زي ما هم فاكرين. وفعلا لين بتكون اقتنعت، ونور بيروح وبيطلب من رولو انها تطلب من التنين انه يمشي ويرجع للمكان اللي جه منه. ولما رولو بتروح للتنين الكل بيتصدم ان التنين شايف رولو انها الرئيسه بتاعته، وفعلا بيسمع كلامها وبيسيب المكان وبيمشي. لكن للاسف وهو طاير في السماء بنلاقي شعاع جه فيه وقسمه نصين، وبنعرف ان الامبراطور السحري هو اللي عمل كده، وكان فرحان جدا انه خلص على التنين اللي محدش قدر يخلص عليه. وبيركب الامبراطور الحصان بتاعه وبيطلب من جنوده يبداوا الهجوم ويدمروا المملكه. وبنعرف بعدها ان الامبراطور كان مخطط للهجوم ده لما التنين دغدغ العاصمه، وكان مخلص على اغلب الجنود، وانه حب يستغل الظروف الوحشه والمعاناه اللي هم فيها. بس بيظهر شخص اسمه روندوس وكان معترض على الخطه دي، بس بنلاقي الامبراطور ضربه بالرجل وعرفه ان هو الرئيس وهو اللي يقول ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش، وانهم هيعرفوا كل قوتهم وقد ايه مفيش زيهم. وبنرجع بعد كده النور والشباب وبيكونوا شايفين التنين وهو مرمي قدامهم، بس مش عارفين هو لسه عايش ولا لا، وبيلمحوا بطرف عينيهم جنود الامبراطور واقفين. وعلى الجانب التاني الامبراطور برضه بيكون شافهم، وبنلاقيه بيطلب من جنوده يجهزوا اسلحتهم ويخلصوا عليهم، وبيبدا الجنود يجهزوا المدفع، لكن الشباب بياخدوا بالهم في اخر لحظه، وبنلاقي لين اخدت الطفله وهربت، واللي بتكون في وش المدفع هي اينوس، والشعاع بيكون جاي عليها، بس نور بيظهر وبيصد الهجوم، والامبراطور بيكون فاكر ان المدفع بتاعهم بايظ وان مستحيل حد يصد هجوم زي ده. في الوقت ده بنشوف الشباب وهم مصدومين، وده بسبب ان عدد جنود الامبراطور معديين ال100,000 جندي، فلين بتبلغهم ان المملكه بتاعتهم عندها جنود اقوى منه، لكن كان في مشكله صغيره وان جنودهم ما يجوش ربع جنود امبراطور السحر. ساعتها نور كان في عالم موازي وبيفكر في طريقه تخليه يهرب من المملكه دي، بس لين بتصدمه وبتكون فاكره انه هيعمل عمل بطولي زي اللي عمله مع التنين، بس نور بيحاول يفهمها انه عاوز يمشي وانه اكيد مش هيعرف يعمل حاجه قدام الناس دي، لكن بيستقبلوا هجوم بيقطع كلامهم. لكن اينوس كانت موجوده وسيطرت على الموقف، بس برضه نور ما كانش قادر يفكر غير في الهروب، وبيبلغ البنات انه هيشتت انتباه الجيش وهم يستغلوا الوقت ده وهيهربوا، وده لانه واثق في قدراته في الهروب اكتر من القتال. وبنرجع بعد كده بالزمن وبنعرف ان نور كان استاذ في الهروب، وبعدها بنرجع للحاضر، ولين بتقرر تطيره بالرياح بتاعتها وبتوصله للجنود اللي هناك، وفعلا بتوصله للمكان المطلوب، وبنلاقي نور بيصد كل الهجمات وكان متألق جدا. ومش بس كده، ده بيمسك الجنود وبيخلص عليهم كلهم بالسيوف بتاعتهم كمان، وبيكون بعدها وصل للامبراطور. ومش محتاج اقول لك ان الامبراطور كان مرعوب جدا منه، وكان بيترجاه انه يسامحه ويسيبه يعيش، بس من نظرات نور باين قوي انه مش هيسيبه. وفجأة بنلاقي المدافع اللي نور طيارها نزلت على الامبراطور وخلته مش قادر يتحرك، وبيجي له نور وبيقول له المسامح كريم، وبعدها بيسيبه ياخد الحصان بتاعه وبيمشي. وبعد ما الامبراطور بيمشي نور حس بدوخة غريبة، وبيكون حاسس انه وصل لاعلى مستوى من سوء الحظ، وبيبدأ الجنود يتلموا عليه. ونور كان وقتها في عالم موازي وكل اللي همه ان اصحابه يكونوا هربوا، بس فجأة بنلاقي كمية سهام نازلة من السماء حرفيا دمرت كل الجنود اللي حواليه، وبيظهر جيلبرت والمعلم بتاعه وبيطمنوا على نور، بس بيسيبوه وبيمشوا عشان وراهم قتال مع جيش الامبراطور. وفعلا المعلم سيج بيبهر نور بمهاراته القتالية، ومن ضربة واحدة بنلاقيه خلص على كمية جنود كبيرة جدا. ومش بس كده، ده بنلاقي الساحر عمل نسخ كتيرة من السحرة وبيبدأوا يخلصوا على باقي الجيش، ده حتى ساحر الشفاء طلب من رجالته انهم يشفوا الرجالة اللي اتصابوا بسبب الحرب، وحركة زي دي بتقلب الحرب وبتغير الاوضاع. وبنرجع بعدها لنور وبيكون فاهم من الغيبوبة اللي هو كان فيها، وبيفرح جدا ان لين واينوس لسه عايشين، وبتخلص المعركة وكل جنود الامبراطور بيكونوا انتهوا.
تنتهوا. بس بنلاقي الساحر متضايق جدا بسبب المدينه اللي اتدمرت من الامبراطور الجبان اللي هرب، فنور بيعرفوا انهم ممكن يستفيدوا من التنين اللي مرمي هناك ده. ولما الساحر بيروح يشوفه بينبهر جدا بيه، وكان مش مصدق ان تنين زي ده لسه موجود، وان اخر تنين شافه كان من 150 سنه. وما تتصدمش يا صديقي لان الساحر عاوز يعيش 100 سنه كمان. بنكمل بعدها قصتنا وبيبدا ساحر الشفاء يستخدم السحر بتاعه وبيرجع التنين للحياه من تاني، وكان متعصب جدا وكان عاوز يخلص عليهم، بس رولو بتتدخل وبتسيطر عليه. وبنعرف ان التنين عاوز ينتقم من الامبراطور بسبب ضربه الغدر اللي اداها له، ورولو كانت بتحاول تهديه، بس التنين صبره نفد وبيطلب منهم يركبوا على ظهره عشان يجوا معاه ويشوفوه وهو بياخد حقه. وطبعا الكل كان متحمس الا نور، وده لانه كان خايف من المرتفعات. المهم الملك بيكون وصل وبيشكر نور على اللي عمله وبيطلب منه يرجع له بنته سليمه، وطبعا نور بيوافق والتنين بيطير بيهم. والابطال بيكونوا شايفين ان ما كانش ينفع يسيبوهم يروحوا لوحدهم، بس سيج بيطمنهم وبيعرفهم ان نور خلص كل ده لوحده وانه ما كانش محتاج حد فيهم. وبنرجع بعد كده للشباب وبنلاقيهم بيدوروا على الامبراطور، بس للاسف مش بيلاقوا اي علامات، وان اكيد الامبراطور بيكون وصل للمملكه بتاعته. فالشباب بعدها بيفكروا يرجعوا لان قرار الهجوم من غير ما يفكروا فيه ده هيكون عباره عن تهور مش اكتر. بس في اللحظه دي بنلاقي ريم بتشاور على شخص بيجري بالحصان بتاعه، وفعلا بيكون الامبراطور. وريم بيكون شايف انهم يرجعوا وان التسامح حلو، بس انوس رايها بيكون غير كده وبتكون مصممه على الانتقام، وبتبهرنا كلنا وبنلاقيها بتستخدم قوتها وبتكسر قاعده الامبراطوريه، وبكده بتكون امنت طريق الهروب بتاعهم. وباين قوي ان الكل مستحلف للامبراطور ده وهيطلعوا عليه كل القديم والجديد وهينتقموا منه شر انتقام. وبعد شويه بنشوف الامبراطور وهو في القاعده بتاعته وكان متعصب جدا وبيلوم رجالته انهم مش مؤهلين يستخدموا الاسلحه القويه. ساعتها الرجاله ما ردوش عليه وكانوا متنحين بسبب التنين اللي داخل عليهم. وقتها الامبراطور بيدرك ان ساحر الشفاء استخدم السحر بتاعه عشان يفوق التنين، وطبعا الامبراطور كان مرعوب جدا من اللي هيحصل، وبنلاقيه بيطلب من لود يجهز له الاسلحه اللي هيستخدموها، بس لود بيطنشه وعرفه انه عنده مهمه شغل في البلد اللي جنبهم. وقتها الامبراطور اتضايق جدا وكان شايف ان لود بيخونه، وبنلاقي الامبراطور بعدها بيطلب من الجنرال انه يشوف له اي خطه عشان يقدروا يحلوا بيها المشكله دي. بس في اللحظه دي الامبراطور بتجيله فكره جهنميه وبيطلب من رجالته يجهزوا له سلاح اسمه سلاح القرانيس، وده سلاح لسه في مرحله الاختبار، والرجاله ما كانش عندهم اي طريقه يقدروا يستخدموه بيها، وانه خطر جدا يستخدموه في المدينه، وهم كمان مش عارفين الاضرار اللي ممكن تنتج عنه. وكانوا بيحاولوا يقنعوا الامبراطور انه يشيل الفكره دي من دماغه، بس الامبراطور ما سمعش كلام حد ومسك لود وطيره لحد لما اتلزق في الحيطه. وبيبدا الامبراطور يحرك السلاح ناحيه التنين، ومن كتر ما السلاح ده قوته خارقه كان مستهلك كل الكهرباء بتاع المدينه حرفيا، وده عشان يقدر يشتغل بكفاءه. والامبراطور كان لسه مصمم على قراره وطلب من رجالته يبداوا اعظم هجوم هيحصل في التاريخ. وفعلا بيضربوا الشعاع، بس كان في مشكله صغيره، لا كانت مشكله كبيره شويه، انهم معرضين ان الرصاصه دي ممكن تيجي فيهم. وطبعا مش محتاج اقول لك ان رجالته سابوه ومشيوا، وفعلا الرصاصه بتكون جت في القاعده والشباب بيكونوا مستغربين ايه اللي بيحصل. بس بنلاقي نور مسك السيف بتاعه وجري بكل سرعته وصد الرصاصه اللي كانت هتيجي عليهم. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الكل كان شايفه اسطوره. المهم بنلاقي نور طار في الجو ودخل قاعده الامبراطور. في الوقت ده بنشوف الامبراطور بيطلب من الجنرال انه ينفذ الخطه ويحاولوا يطلعوا باقل الخسائر، بس الصدمه ان الجنرال رفض يسمع كلامه. وبنلاقيه بعدها رفع السيف بتاعه وقال له انت السبب في كل اللي بيحصل ده، وكان هيخلص عليه خلاص. لكن نور بيوصل في الوقت المناسب وبتدور ما بينهم معركه شرسه، بس بنلاقي نور مسك دماغ الامبراطور وضربها في الارض، والجنرال ورجالته كانوا عاوزين يقتلوه، فبنلاقيهم بيهجموا عليه، بس نور بضربه واحده بيطيرهم. فبنلاقي واحد من الجنود بيرمي قنبله على نور والامبراطور، وقتها نور ضرب الامبراطور برجله وطيره بعيد عن القنبله. ومش بس كده، ده بيمسكه من رجله وبيطيره زي الطياره الورق. ونور كان بيحاول يقنع الجنرال وان الامبراطور قرب يموت لوحده، وبيطلب منه يسيب الطبيعه تاخد مجراها وانها هي اللي هتجيب لهم حقهم من غير ما يعملوا اي حاجه. لكن الجنرال ما وافقش وبيكون عاوز ياخد حقه بدراعه. وفي اللحظه دي بنلاقي باقي الشباب وصلوا، وريم بيبدا يواجه الامبراطور بالجرائم اللي عملها وانه تسبب في موت ناس كتيره جدا، وبيكون ما عندهمش مشكله انه يعيش، بس هيضطروا يكسروا له ايديه ورجليه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الامبراطور كان مرعوب جدا، وبيروح لورين وبيعرفه ان ده جزء بسيط من العمايل اللي هو عملها. وبعد شويه بنشوف الشباب وهم واقفين مع الجنرال، وبنعرف ان الجنرال ما كانش راضي عن المعاهده دي، وان اللي كانت متحالفه مع الامبراطور هي والدته، وانه كان بينفذ وصيتها، وبيعتذر لهم على كل اللي حصل، وبيبان انه راجل كويس وقلب ابيض. وبيركبوا الشباب التنين بتاعهم وبيكونوا راجعين المملكه. وبعد شويه بنشوف نور وهو واقف مع الملك، والملك كان عاوز يكافئه بسبب الاعمال البطوليه اللي هو عملها، بس كالعاده نور بيرفض وبيكون شايف انه مش محتاج حاجه، بس بيطلب من الملك انه يهتم برولو ويتكفل بيها، وبدا يقول له على كل مميزاتها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الملك وافق على الطلب ده فورا. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف رولو وهي مش مصدقه ان الاكل اللي معمول ده معمول مخصوص ليها، وانها من النهارده مش هتاكل بواقي الاكل زي زمان.
والناحيه التانيه بنشوف الناس وهم مصدومين من الدمار اللي حصل. ونور بعدها بيكون لقى لوحه كده اول مره شافها كانت في نقابه المغامرين. وبنرجع بعدها بالزمن وبنعرف ان نور كان مصر انه يتعلم وكان نفسه يكون مغامر كبير حتى والناس كانوا شايفين انه مش نافع في حاجه. وبعدها لما نور راح للسيج ابهره وبين له قد ايه هو مصر انه يكون مغامر كبير. وفي يوم من الايام نور وقع السيف بتاعه والسيج لما شافه طلب منه يمشي لان الكار ده مش كاره. بس نور كان بيتحايل عليه انه يديله فرصه تانية وطلب منه يوري له مهاره من مهاراته. وفعلا سيج ابهره بالمهاره بتاعته. ومن وقتها نور حلف انه مش هيسيب المجال ده من غير ما يعرف فيه كل حاجه لدرجه انه كان واثق من نفسه وسط كل الناس اللي احسن منه. حتى الجنرال دان كان مستغرب الواد ده وانه واثق من نفسه. بس طبعا الكلام ده ما بيفرقش مع نور. وبعد شهرين من التدريب نور فعلا اثبت للجنرال انه قد المسؤوليه وانه احسن من العيال دول. وبعد مرور 3 شهور الجنرال بلغ نور انه مش هيقدر يدربه تاني وده لان بنيته الجسديه ضعيفه جدا وان بالحال ده هيموت منهم بعد اسبوعين. وقتها نور زعل جدا بس ما اداش فرصه للزعل يسيطر عليه. وبنلاقيه راح لواحده اسمها مي وطلب منها تعلمه الرمايه. ومي عشان ما تضيعش معاه وقت بنلاقيها عملت له امتحان صغير كده واللي بيكون عباره عن انه يرمي الطوبه على الهدف. وفعلا نور بيبهرها وكل محاولاته بيكون جابها في الهدف. وبعد شهرين من التدريب نور كان اثبت نفسه وكان غالب الكل. بس بعد 3 شهور بنلاقي مي طردته وعرفته انه ما عندوش حس التعامل مع الاسلحه. فبيتقبل نور الموضوع وبنلاقيه راح لكارول وبدا فعلا التدريب معاها. بس كان بني ادم اهبل وهمجي وكان مبهدل مع الناس. وبعد 3 شهور كارول عرفته انه فشل وانه مستحيل يكون جاسوس وانها مش هتقدر تكمل معاه التدريب. وكالعاده نور مش بييأس وبنلاقيه دخل على مجال السحر. وطبعا مش محتاج اقول لك انه فشل ذريع فيه وانه ما قدرش يكبر الشعله بتاعته. بس الساحر اتصدم وده لان نور قدر يعمل الشعله وهو في السن ده وانه اول شعله هو عملها كان عنده 50 سنه وقتها. المهم بيدخل نور على مجال الشفاء بس للاسف فشل في المجال ده كمان. وبنرجع بعدها للحاضر ونور كان بيساعد وبينظف الخراب اللي حصل. وبنلاقي لين بتجيله وبتعرفه انه اعظم حد عرفته في حياتها وانه لولا البلد كانت هتتدمر. وبكده نور بيكون وفى بوعده وبيكون حقق حلمه اللي من صغره كان عاوز يحققه وبقى مغامر كبير. وهنا بتنتهي حكايه البطل نور. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا نستمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.